أهلا بكم في قناة قصص وروايات. اسمعوا واحكوا للي بعدكم. كان يا ما كان، في يوم من الأيام كان فيه ولد صغير اسمه سامي. ولد فرحان، دايما يحب اللعب وعنده خيال واسع. سامي كان يحب يرسم ويصنع حاجات بيده. وفي يوم جابوا ورق ملون وعود خشب وخيط طويل وقرر يعمل طيارة ورق. قعد سامي يركب في العود، يقص في الورق، يلون، وفي الآخر طلع طيارة جميلة أوي، ألوانها زاهية تشبه قوس قزح. لما خلص خرج يجري على الحقل ورفع الطيارة في السماء. الطيارة بدأت تطير، ترقص مع الهواء وتغني بصوت صامت مع كل نسمة. سامي كان مسك الخيط يتحكم فيها وهو يضحك ويقول: بصوا، طيارتي أحلى طيارة في الدنيا. لكن الطيارة كان جواها حلم تاني. كل مرة تطير تبصو على السحاب وتقول في سرها: يا ريت أقدر أطير بعيد، أطير حرة، أشوف العالم كله، مش مربوطة في خيط. ويعدي اليوم ورا اليوم وسامي يخلي الطيارة ترقص، بس هي كانت كل مرة تشتاق للحرية أكتر. وفي يوم جه هوا قوي والطيارة طارت عالي جدا. حست إنها قريبة من القمر وتقول: ليه ما يسيبني؟ ليه ما أطير بعد كده؟ سامي كان حاسس بيها، شاف في عينها لو كان ليها عين، حلم وحنين للسماء. وقف وبص في الخيط وبص في الطيارة وقال في نفسه: يا ترى هي هتبقى مفروحة أكتر لو سبتها. وفجأة أخذ قرار شجاع. سامي ساب الخيط والطيارة طارت بعيد بعيد جدا لحد ما اختفت في السحاب. سامي حس بحزن صغير، بس كان فخور لأنه أداها حريتها. الطيارة بدأت ترقص في السماء وتغني أغاني الحرية وتقول: أخيرا أنا حرة، أنا قادرة أشوف العالم، أزور السحاب، ألمس النجوم. ومن يومها الطيارة بقيت رمز للحرية، وكل ما حد يشوف طيارة في السماء يفتكر إن الحب الحقيقي أحيانا يسيب اللي بيحبه، يطير ويعيش حر. تمانا العبرة، الحب الصح مش إنك تمسك في اللي بيحبك، بس إنك تديله حريته وتفرح لفرحه حتى لو بعيد عنك. اتمنى القصة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتسيبوا لي رأيكم في التعليقات.